السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جيت لكم بفيديو جديد ووصفه جديده. لو انت اول مره بتشوفي قناتي ما تنسيش تشتركي فيها وتفعل علامه الجرس وتعملي لايك كتير للفيديو. النهارده يا جماعه بقى هنعمل جلاش بطريقه مختلفه، محشي كريم شانتيه وكمان فستق. اول حاجه كده بجيب هنا سكر، بنعمل العسل بتاع الجلاش. كوبايتين سكر، بحط عليهم كوبايه ميه وبحط عليهم نص عصره ليمونه، غلوتين، وبشيله من على النار. هنا بقى بجيب معلقتين سمنة عليهم معلقتين سكر وبضربهم كده في بعض، وبجيب هنا بقى طاسة احط فيها لبن. تمام، هاخد هنا حبة لبن كده دافيين اقلبهم كده في الخليط بالشكل ده. وبعد كده بقى بحط الخليط ده كله عليها كده في الطاسة بتاعة اللبن. ابتدي ان انا اقلب تقليب مستمر بالشكل ده اهو. طبعا يا جماعة عايزه اقول لكم ان انا ضفت معلقتين كاستر برضو في الطبق اللي انا كنت بدوب فيه اللبن وكده. وبعد كده ما خدوا كده القوام الحلو ده من على النار، شيلته كده بالشكل ده بضربه بالمضرب. وبعد كده بكون ضربه عندي كريم شانتيه، بخلط بقى الخليط ده كله في بعضه كده بحيث انه يبقى متماسك، وابقى في نفس الوقت حاشيه كريم شانتيه وكمان كاستر. عايزه اقول لكم ان الميكس ده بيبقى طعمه بجد تحفه، ممكن تحشوا بيه اي نوع حلويات انتوا حابينه. بجيب هنا لفة جلاش وببتدي ان انا اقطعها بالطول كده، بقطعهم بالشكل ده اهو. بشيل بقى الجوانب دي اللي ممكن تخلي لي شكل المثلث مش مظبوط، فبشيلها وبتخلص منها. وهنا بقى كل قطعة قطعتها فبلفها كده لفة كده رفيعة، وباجي هنا بقى بلف لفة كده مثلثات وبقطع، يعني لفة واحدة وبقطع. شايفين انا بعمل ايه اهو. هنا خلاص ببتدي ارصها كده في الساج من غير ما ادهن اي حاجة بالشكل ده اهو. وبنزل هنا بمعلقتين كبار سمنة عليهم مكعبين 3 كده زبدة مسيحين، وببتدي ان انا ازقي بيها الجلاش بتاعي. هنا بقى دخلته الفرن طلع معايا بالشكل ده. على فكرة يا جماعة هو قاعد 10 دقايق بالظبط، ما بياخدش وقت ابدا. دي السمنة الزايدة في الجلاش بتاعي بصفيه علشان ما يبقاش معايا دسم زيادة عن اللزوم يعني. وبجيب العسل هنا بيكون بارد طبعا وبسقي بيش الجلاش بتاعي. بصوا بقى يا جماعة، هنا بقى انا هحشي منه الحشوة اللي انا عملتها معاكم. وهنا بكون جايبة في فستق مجروش او مفروم يعني، ببتدي ان انا احطها كده في الفستق بتطلع معايا بالشكل ده. جربوها يا رب تعجبكم، ما تنسونيش في لايك وشير وسبسكرايب. اشوفكم في فيديو جديد في رعاية الله، باي باي.